أنا مش عارف ليه دايما بفكر في ابننا عبد الفتاح السيسي. طبعا ابننا عبد الفتاح السيسي من الشخصيات الحكيمة والشخصيات الواعية والقدرة على تحمل المواقف الصعبة في الظروف الصعبة. كل ده بيبان كله من كلماته اللي كلها إبداع في التفكير وتروي، ويفهم كيف يقول الكلمة من لسانه للشعب ولكل المحيطين ليه. رجل حكيم، قوي الشكيم، قوي الأعصاب، يشعرك دايما بنوع من الاطمئنان وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه. ليه؟ لأن قيادة البلاد مش بالسهل أبدا، لأن مصر دايما بيحطها الأخطار من جميع الجهات، لأن مصر استراتيجية جغرافية معروفة منذ الفراعنة. ليه؟ ليه يا أولاد؟ قولوا لي ليه يا أولاد؟ لأن الموقع الاستراتيجي الجغرافي والثروات المصرية المتنوعة من البترول والفوسفات والذهب والقوى البشرية موجودة في مصر، لأن هي مصر هي اللي صدرت للعالم كله الحضارة، والحضارة لازم نحافظ عليها. ليه؟ يا جماعة احنا في موقف صعب في المنطقة الشرق الأوسط، والأعباء كلها نراها تباعا. ليه؟ الأخطار محدقة بكل منطقة الشرق الأوسط من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. في زماننا في السبعينات احنا كنا دايما بنهدف وبنسعى للتنمية وللتقدم، لأن هي دي حياتنا، وكل الأشياء بتتجدد. التكنولوجيا تقدمت، الأسلحة تقدمت، النفوس أصبح فيها منازعات داخلية وصعبة على كل الناس. كل الناس عايزة تاكل وتشرب وتتغذى، وده الشيء كله متاح، لكن بالتقنين بالعقل. ميزانية الدول كلها بتقوم على التأني والأشياء المفيدة في عصرنا المعاصر وفي العصور السابقة. لازم كلنا في مصر والوطن العربي نعي بذلك. إذا كانت التكنولوجيا خدتنا وبعدنا عن التقاليد والأصول وكل الأشياء دي، ده ناتج من البيئة العربية واللي أسسها المصرية اللي اتعلمت منها كل البيئات العربية. فلازم كلنا نرقب بأحوالنا، بأمورنا، بذاتنا، حياتنا، بدولتنا، بدولنا، بشعوبنا. كلنا في مصر وفي الوطن العربي كله لازم نتلاقى في نقطة واحدة، إن نحافظ دايما على كياننا العربي الوحدوي المفيد، واللي هيخلينا دايما وأبدا عايشين في سعادة وفي كل أشياء المفيدة لعالمنا المعاصر. عشان كده كلنا لازم نحفز بعضين، جيل بعد جيل بيسلم العالم، سواء بقى في كل القيادات العربية بتيجي جيل بعد يحافظوا يا وطن عربي كله على تكاتفكم في اللحظة المهمة دي، لحظة توحد الدول العربية
درء الأخطار.